هاد القصة وقعت في واحد الدوار بعيد نواحي بني ملال، وسط الجبال والغابة، في بلاصة الناس كيسدوا فيها البيبان مع المغرب، وما كيبقاش حتى واحد كيخرج في الليل. قبل ما نبداو القصة، إلا كنتي من عشاق قصص الرعب والغموض اللي واقعة في المغرب، ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش يوصلك كل جديد. كان واحد الفقيه معروف في المنطقة كاملة سميتو السيد طاهر، راجل هادئ حافظ القرآن، والناس كيمشيو عنده ملي كيوقع شي أمر غريب ما لقاوش ليه تفسير. في واحد الليلة جا عنده راجل كبير في السن باين عليه الخوف والتعب. قال ليه: الفقيه، بنتي تبدلات علينا، كتفيق في الليل وكتبقى تهضر بوحدها وكتقول باللي شي مرة كتعيط ليها من الجبل. الفقيه في الأول ظن باللي غير خوف ولا مرض نفسي، ولكن منين شاف حالة الراجل قرر يمشي معاه للدوار. الطريق كانت خاوية والبرد قارس، وكل ما قربوا للدار كان كيسمع صوت الكلاب كتنبح بطريقة غريبة، ومن بعد كيسكتوا فجأة. وصلوا للدار، ومنين دخل الفقيه حس بشي حاجة ماشي طبيعية. الدار باردة بزاف والجو خانق بطريقة غريبة. دخل لغرفة البنت، لقاها جالسة في ركن مظلم، شعرها محلول وعينيها واجدين في الحيط. منين شافت الفقيه ضحكات ضحكة خلات الدم يجمد، وقالت بصوت غريب: علاش جيتي؟ راه ما غاديش تخرجها من عندنا. الأب بقى مرعوب، والفقيه بدا يقرأ القرآن بهدوء، وفجأة الباب تسد بوحده والضوء طفى كامل. البنت طاحت في الأرض وبدات كتصرخ بطريقة ماشي طبيعية. حتى الأب ما قدرش يتحمل وخرج يجري للزنقة. الفقيه بقى كيقرأ، ولكن وسط القراية سمع صوت مرة جاي من برا الدار. الصوت كان واضح بزاف: ردوا لي يا بنتي. الفقيه قرب للشباك بسرعة، ولكن ما لقى حتى واحد، غير ريح باردة جاية من جهة الجبل وصوت خفيف بحال شي حد كيبكي بعيد. دازت ساعات طويلة ديال الرقية حتى فاقت البنت وهي كترتعش وكتبكي وما عقلاش على حتى حاجة. وقبل ما يخرج الفقيه من الدار شداتو البنت من يدو وقالت ليه بصوت خافت: ديك المرأة قالت ليا غادي ترجع تاخد شي حد آخر. من داك النهار وناس الدوار كيقولوا باللي في الليل قرب الجبل كيبان ضوء غريب وسط الظلام، وكيتسمع صوت مرأة كتنادي بأسامي الناس اللي كيدوزوا بوحدهم. وحتى لدابا ما حد عارف شكون كان بديك المرأة ولا شنو بالضبط كان ساكن تماك. إلا عجبتكم القصة ما تنساش تخلي لايك وتشترك في القناة، وكتب لي في التعاليق واش كتآمن بوجود الجن في هاد البلايص المهجورة. ونشوفكم في قصة جديدة أكثر رعب وغموض.